بسم الله الرحمن الرحيم. مشاركتنا احنا في أسطول الحرية كان هدفها هو تكسير الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة والتزيان همجية الكيان الإسرائيلي، وبالتالي استطعنا أن نحقق مجموعة من الأمور. لم نصل إلى غزة ولكن استطعنا أن نبين حقيقة الكيان الإسرائيلي وأن نحيي القضية من جديد. وأعتقد أن ما أنجز من خلال أسطول الحرية يعني كان يستحق تلك الدماء. وبالمناسبة نحن نحيي الشعب التركي حكومة وشعبا لتضامنه ولمبادرته النبيلة. الجيش الإسرائيلي هو مستفز غير بوجودنا كأشخاص، كمسلمين وكأحرار هو يستفز. بالتالي كان الجيش الإسرائيلي مجرد بالنزول بالمروحيات أخذ يضرب بالرصاص المطاط والقنابل الصوتية، ثم كذلك بالرصاص الحي الذي سقط على إثره عشرات تسعة من الشهداء. سبب استشهاد الإخوة الأتراك لأنهم كانوا هم في أعلى السفينة، وكانت باقي الوفود في جنبات السفينة، وبالتالي عملية الإنزال بالمروحيات كانت في الأعلى، وبالتالي كانوا هم في مواجهة الإسرائيليين، وبالتالي استعملوا ضدهم الرصاص. حسيت بحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني. نحن عشنا لحظات، عشنا ساعات مع الكيان الإسرائيلي، أيام معدودات، فمن خلالها يعني استشعرنا حقيقة المعاناة والمرار التي يعيشها الإخوة الفلسطينيين، معاناة بسبب احتكاكهم مع الكيان الإسرائيلي. هذا الكيان الذي لا يراعي إلا ولا ذمة، لا يحترم لا صغير ولا كبير. طفل صغير يوضع على رأسه مسدس، وكذلك لا يحترم كبار السن. كان من بيننا من هو في عمره 88 سنة، يعني كان تعامل تعسفي واستفزازي. سنعود إن شاء الله، وقد سجلنا أنفسنا في بداية القائمة التي ستنطلق في أسطول الحرية الثاني.